السلام عليكم مشاهدينا الكرام، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. هذه أبرز عناوين أخبار اليوم. السكتيوي يستدعي حمد الله للمشاركة في معسكر تدريبي استعدادا لكأس العرب. قنوات بي إن سبورت تزف خبرا سارا للمغرب بخصوص مباراة المغرب والمكسيك. مبابي يشيد بحكيم بعد تمريرته الحاسمة في فوز باريس سان جيرمان على برشلونة بدوري أبطال أوروبا. وقبل الخوض في التفاصيل، المرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة لكي تتوصلوا بجديد الأخبار العالمية والمغربية. السكتيوي يستدعي حمد الله للمشاركة في معسكر تدريبي استعدادا لكأس العرب. وجه طارق السكتيوي مدرب المنتخب المغربي المحلي الدعوة للمهاجم عبد الرزاق حمد الله للمشاركة في معسكر تدريبي تحضيرا لنهائية كأس العرب المقررة ما بين الفاتح والثامن عشر من دجنبر 2025. وجاء استدعاء حمد الله لاعب الشباب السعودي نظرا لتجربته الواسعة في الملاعب الخليجية، إضافة إلى حسه التهديفي العالي الذي أظهره مع مختلف الأندية التي حمل ألوانها. ويخوض المنتخب المغربي المحلي غمار بطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم جانبه كلا من السعودية والفائز من مواجهة عمان والصومال والمتأهل من لقاء اليمن وجزر القمر. قنوات بي إن سبورت تزف خبرا سارا للمغرب بخصوص مباراة المغرب والمكسيك. يواجه المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة نظره المكسيكي في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات دور المجموعات بكأس العالم للشباب المقام في الشيلي. وتأهل أشبال الأطلس إلى ثمن نهائي البطولة بفضل فوزهم الثاني والمثير على المنتخب البرازيلي ب2-1. وستقام مباراة المغرب والمكسيك غدا السبت إن شاء الله على ملعب إلياس فيغورو براندر، حيث ستنطلق في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت المملكة المغربية. وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن نقل هذه المباراة بشكل مجاني للجماهير المغربية، حيث أكدت مجموعة القنوات القطرية على موقعها الرسمي أن المباراة سيتم نقلها على قناة بي إن سبورت المفتوحة، وهو ما يشكل خبرا سارا للجماهير المغربية التي لا تمتلك قنوات رياضية TNT، على اعتبار أن القنوات المغربية تنقل المباراة فقط عبر البث الأرضي. مبابي يشيد بحكيم بعد تمريرته الحاسمة في فوز باريس سان جيرمان على برشلونة بدوري أبطال أوروبا. لم يخفي النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني إعجابه الكبير بالأداء المميز الذي قدمه صديقه وزميله الدولي المغربي أشرف حكيمي في مباراة باريس سان جيرمان أمام برشلونة، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي ب2-1. وأقيمت المواجهة مساء الأربعاء على ملعب المونجويك الأولمبي في برشلونة ضمن منافسة الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026. وقدم حكيمي أداء استثنائيا طوال اللقاء، توجه بتمريرة حاسمة في الدقيقة 90 استغلها المهاجم البرتغالي غونزالو راموس ليسجل هدف الانتصار الثامن. وعقب المباراة نشر حكيمي صورا من احتفالاته عبر حسابه الرسمي على الانستغرام ليتلقى تفاعلا سريعا من كيليان مبابي الذي علق قائلا: أنت هناك، هذا كثير جدا أليس كذلك؟ في إشارة إلى إعجابه بمستوى الظهير المغربي وتأثيره الكبير في نتيجة اللقاء. وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط، محتلا المركز الثالث في الترتيب العام بفارق الأهداف خلف بايرن ميونخ المتصدر وريال مدريد الوصيف، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط ليتراجع في ترتيب المجموعة. وتعود الصداقة القوية بين مبابي وحكيمي إلى فترة لعبهما معا في صفوف باريس سان جيرمان قبل انتقال النجم الفرنسي إلى ريال مدريد صيف 2024. بونو يغلق الباب أمام أوروبا ويمدد إقامته في السعودية. في خطوة تؤكد التزامه بمشروعه الحالي مع نادي الهلال السعودي، حسم حارس المرمى الدولي المغربي ياسين بونو مستقبله الكروي، مفضلا البقاء في الرياض ومتجاهلا العروض الأوروبية التي طرحت أمامه مؤخرا. وكشفت صحيفة الشرق الأوسط أن إدارة نادي الهلال اقتربت بشكل كبير من إنهاء ملف تجديد عقد حارس عارين أسود الأطلس لموسمين إضافيين، ما يقطع الطريق عن أي تكهنات بشأن مستقبله، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي صيف 2026.
وحسب المصدر نفسه فإن المفاوضات بين الطرفين تسير في مراحلها النهائية نحو التوقيع الرسمي، حيث أبدى بونو رغبة صريحة في استكمال مسيرته الناجحة مع الزعيم. ورغم الاهتمام الذي أبدته عدة أندية أوروبية، فإن الحارس المغربي أدار ظهره للقارة العجوز، مؤكدا سعادته وتركيزه الكامل مع فريق الهلال السعودي. يذكر أن ياسين بونو انضم إلى صفوف الهلال في صيف 2023 قادما من نادي إشبيلية الإسباني في صفقة بلغت قيمتها نحو 21 مليون يورو. ومنذ وصوله أثبت مكانته كأحد أبرز ركائز الفريق، مقدما مستويات استثنائية ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات، وهو ما دفع إدارة الهلال إلى التحرك سريعا لتأمين بقائه لفترة أطول. جيرونا الإسباني يكشف تفاصيل إصابة عز الدين أناحي وموعد عودته إلى الملاعب. كشف نادي جيرونا الإسباني لكرة القدم تفاصيل إصابة الدولي المغربي عز الدين أناحي الذي سيغيب عن فريقه والمنتخب الوطني المغربي في فترة التوقف الدولي القادمة. وأكد النادي الإسباني في بلاغ رسمي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن أناحي يعاني من إصابة عضلية في عضلة السوليوس، عضلة الساق الخلفية على مستوى ساقه اليسرى. وأعلن نادي جيرونا الإسباني لكرة القدم عن إصابة الدولي المغربي عز الدين أناحي، حيث أوضح بأن اللاعب يعاني من إصابة في عضلة الساق الخلفية. وأكد أن تطور الحالة البدنية لأناحي هو العامل الوحيد الذي سيحدد تاريخ عودته إلى التدريبات الجماعية، حيث لم يعلن الفريق الإسباني بعد عن مدة الغياب المتوقعة، مكتفيا بالإشارة إلى أن المتابعة الطبية مستمرة. وتسببت هذه الإصابة في استبعاد أناحي عن قائمة المنتخب الوطني المغربي الذي يستعد لخوض مباراتي البحرين والكونغو الديمقراطية وتسببت هذه الإصابة في استبعاد أناحي عن قائمة المنتخب الوطني المغربي الذي يستعد لخوض مباراتي البحرين والكونغو هذا الشهر ضمن استعدادات أسود الأطلس للمنافسة المقبلة. وتعد إصابة أناحي ضربة جديدة للركراك الذي يواجه غيابات متكررة في صفوف المنتخب في وقت يحتاج فيه إلى الاستقرار الفني قبل دخول غمار كأس إفريقيا القادمة بالمغرب. يشار إلى أن المنتخب المغربي سيواجه خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي منتخب البحرين وديا يوم 9 من شهر أكتوبر الجاري، ثم يواجه منتخب الكونغو يوم 14 من نفس الشهر في إطار الجولة الأخيرة من تصفية كأس العالم 2026، علما بأن المنتخب المغربي تأهل بشكل رسمي إلى نهائيات مونديال 2026 وذلك بعد تحقيقه للفوز في جميع مبارياته. هذه أبرز عناوين أخبار اليوم. اسكتيوي يستدعي حمد الله للمشاركة في معسكر تدريبي استعدادا لكأس العرب. قنوات بي ان سبورت تزف خبرا سارا للمغاربة بخصوص مباراة المغرب والمكسيك. مبابي يشيد بحكيمي بعد تمريرته الحاسمة في فوز باريس سان جيرمان على برشلونة بدوري أبطال أوروبا.